هاي هاي، أنا رودي وده كلام من الآخر. في موضوع كده خدت بالي منه ومنتشر، ولقيت بوستات كتير على الفيس، وفعلا لما ركزت في كل صحابي اللي حواليا لقيت ان هو موضوع مهم، ولقيته انه موجود. البنات في سن ال30، تلاقوا فئة كده من البنات وصلوا 28 29 لحد 31 32، هم لسه صغيرين ولسه شباب، بس مش متجوزين مش مخطوبين. ليه بقى؟ تلاقي الولد اللي قدّهم أو الشاب اللي قدّهم عنده 32 سَنة، بس عايز عيّلة صغيّرة عندها 22 سَنة، فهو مش شايف اللي قدّه، مش شايف اللي أصغر منّه بسَنة، مش شايف اللي أصغر منّه بسنتين. فليه بجد؟ أنا الموضوع ده شاغل دماغي جدًا، لإني فعلًا لقيت كل صحابي عندهم 30 سَنة، ولا مخطوبين ولا متجوّزين. واستغربت للموضوع ده جدًا. كل اللي متجوزين أو كل قرايبي اللي مخطوبين الصغيرين، بنت تلاقيها 19 سنة، 20 سنة، 21 سنة. طب اللي أكبر من كده يا جدعان؟ طب أنت ليه كشاب ما بتبصش لواحدة أصغر منك بسنة سنتين تبقى فاهمة عقليتك ودماغك؟ يعني أنت ليه فرحان بالبت الصغيرة اللي بتتنطط اللي لسه عندها 22 23 سنة؟ فتلاقي إن في فجوة كده في النص وقعت من بعض الأعمار اللي هم من 28 ل31، اللي هم ولا منهم صغيرين زي متطلبات الشباب، ولا منهم كبار اللي تقدري تقولي عليهم عنسوا. هم فعلا لسه صغيرين، يعني دي لسه عندها 28 29 وحتى لحد 32 33، صغيرين شكلا ومضمونا وموضوعا وطاقة وحركة. فانا الموضوع ده مش فاهماه. لو انتوا عندكم رد او عندكم تفسير الحوار ده قولولي في الكومنتات، لان انا كل صحابي كده. ولو عجبكم كلامي يا ريت تتابعوني.